إذا لم ترى شيئا غريبا اليوم أو شيئا عبثيا اليوم، تعال أوريك أكبر وأفشخ كذبة إبريل في التاريخ. فيلنيوس في ليثوانيا، كوبري ده على النهر بتاع فيلينيا شرق النهر، يوم 1 إبريل 1997، وقد أعلن سكان هذه المنطقة استقلالهم عن ليتوانيا وتكوين جمهورية بجد وحقيقي، ولا حد عبرهم ولا حد رد عليهم، وهوهو براحتك. ومن هذه اللحظة بيعتبروا نفسهم جمهورية مستقلة. احنا اسكندرانية قوي في نفسينا، اما امك تعمل لك بلد في البيت، يعني لهم طابع خاص زي الناس اللي عايشين في دهب كده. ده فعلا دولة داخل الدولة. محلات الحشيش طبعا زي ما احنا شايفين، لان احنا هنا فنانين بوهيميين، فهنا دي متاخده كدعابه يعني. لكن هنا الناس ايه ده ضحكت عادي، فاهم؟ انا هسمي دي خلاص ايه، جمهوريه المرح. ده شعارنا، الايد الواحده. ده الكونستيتيوشن بتاعنا بايه، بكل اللغات. شايف لحد هناك كده في نسخه عربي. دي جمهوريه اوزوبيز الدستور. لكل انسان الحق في ان يكون كسولا، لكل انسان الحق في ان يعتني بالكلب الى ان يموت احدهما ينتهي الكلب، للكلب حق ان يكون كلبا. والله مكتوب كده. لكل انسان حق في ان يكون سعيدا، لكل انسان حق في ان يكون تعيسا، لكل انسان الحق في ان يكون صامتا، لكل انسان الحق في ان يكون مؤمنا، لكل انسان حق في ان يفهم، لكل انسان حق في ان لا يفهم شيئا. جمهوريه اوزوبيس دي جمهوريه الاتوبيس فعلا. احنا بتوع الاتوبيس. لا يمكن لاي انسان ان يشارك ما لا يمتلكه مع الاخرين. نرجع لوعد بلفور ونقول له يعني وعد من لا يملك لمن لا يستحق. لا تهزم، لا تدافع، لا تستسلم. اعمل ايه طيب؟ يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. دي بتفكرني بحاجه، الكتاب الاخضر بتاع القذافي. سلام.